السلام عليكم. الحريق خطر، لكنه ليس أقوى من وعيك وتصرفك السليم. فالحريق يحدث عندما تجتمع مادة قابلة للاشتعال مع الأكسجين ومصدر حرارة مناسب. إذا أزلنا أحد هذه العناصر ينطفئ الحريق فورا. خلونا من خلال هالفيديو نتعرف على أنواع الحرائق وكيفية الوقاية والتعامل الأولي مع الحرائق البسيطة. أنواع الحرائق وكيفية التعامل معها. حرائق المواد الصلبة مثل الخشب والورق والقماش، ويمكن إطفاؤها بالماء أو طفايات البودرة. حرائق السوائل المشتعلة مثل البنزين والزيت، ويجب هنا استخدام طفايات البودرة أو الرغوة مع تجنب الماء لأنه يزيد الاشتعال. حرائق الغازات القابلة للاشتعال مثل الغاز المنزلي والبروبان، ويجب أولا إيقاف التسريب ثم إطفاء اللهب باستخدام طفايات ثاني أكسيد الكربون أو البودرة. حرائق الأجهزة الكهربائية وزيوت الطبخ، هنا لا يجوز استخدام الماء معها، بل يجب إطفاؤها بطفايات ثاني أكسيد الكربون أو البودرة الجافة. في حال حدوث حريق وتوفر طفاية حريق ضمن المنزل، خلونا نشوف كيف طريقة الاستخدام الصحيحة التي تراعي الأمن والسلامة. بداية، استخدام مطفأة الحريق في الحرائق الصغيرة التي يمكن احتوائها فقط. فالطفاية ليس الغرض منها مكافحة الحرائق الكبيرة أو المتنامية. حاول فقط إخماد الحريق إذا كان اللهب أقصر منك أو حريق تم احتوائه في مساحة صغيرة. اترك المكان فورا إذا كنت غير قادر على إخماد الحريق. لا تحاول مكافحة الحريق بمفردك إذا كنت داخل غرفة وكانت الغرفة مليئة بالدخان. قد يؤدي استنشاق الدخان إلى فقدان الوعي. رح ننتقل معكم لتجربة عملية ونشرح من خلالها الطريقة الصحيحة لاستخدام الطفاية والتعامل مع الحرائق البسيطة. عملية إطفاء الحريق باستخدام الطفاية اليدوية. طبعا بداية نقوم بعملية خلخلة للأسطوانة من أجل تفقدها وسلامتها. ناخذ وضعية الاحتراس، المسافة المناسبة من 3 إلى 5 أمتار بعيدا عن الحريق. نقوم بعملية استخدام كلمة نجاح للتعامل الصحيح بإطفاء الطفاية من خلال نون نزع مسمار الأمان، جيم جهة الخرطوم إلى عين النار مع جهة مراعاة جهة الريح، ألف اضغط على ذراع التفريغ، حاء حرك الخرطوم يمينا ويسارا أو بشكل دائري حتى بتتم عملية إطفاء الحريق. طريقة استخدام الطفاية اليدوية بثوان تنقذ الموقف. يمكنك استخدام الطفاية من خلال كلمة نجاح المؤلفة من 4 حروف. نون نزع مسمار الأمان، جيم جهة الخرطوم إلى قاعدة اللهب وبجهة متوافقة مع اتجاه الريح إن وجدت، ألف اضغط على المقبض لإطلاق المادة المطفئة، حاء حرك الفوهة يمينا ويسارا حتى ينطفئ الحريق بالكامل. اترك مسافة أمان بينك وبين النار ما يقارب 3 أمتار. في اللحظات الحرجة كل ثانية تحدث فرقا. كن مستعدا، كن آمنا. الدفاع المدني السوري دائما معك لأجلك ولأجل من تحب، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.